بتشتغل 24 ساعة في اليوم بس لما بتبص لورا بتلاقي ان الانجاز مش قد المجهود. السر مش في كمية الشغل على فكرة، السر في التركيز على اللي فعلا بيجيب نتيجة. في بقى قاعدة اسمها باريتو برنسبل او قاعدة باريتو، اللي هي ايه؟ قاعدة ال80-20. يعني 80% من النتائج بتاعتك بتطلع من 20% بس من المجهود. طب خلينا نبسطها. لو عندك 100 عميل في البيزنس بتاعك، غالبا 20 منهم بس اللي بيحقق اغلب ارباحك. المشكلة بقى ان كتير مننا بيضيع وقته على العملاء الاقل في الانتاجية، وده بيخليك تشتغل كتير بس من غير فايدة. لو ركزت على 20% اللي بيجيبولك اعلى عائد، وقتك هيبقى مستغل بذكاء اكتر بكتير. القاعدة دي مش بس للربحية، لكن كمان بتنطبق على كل حاجة. المنتجات اللي بتبيع اكتر طبق عليها نفس القاعدة، المهام اللي بتنجز اسرع طبق عليها نفس القاعدة، حتى العلاقات اللي بتضيف قيمة حقيقية لحياتك. العلم بيأكد ان التركيز على الاهم مش بس بيحقق نتائج افضل، لكن كمان بيقلل الجهد المهدور. فالنجاح مش في عدد الساعات اللي بتشتغلها، لكن في اختيار الاولويات. استخدم القاعدة اللي احنا قلنا عليها في كل قراراتك. ركز على اللي يفرق معاك وريح نفسك من اللي ما يفرقش معاك ولا مهم عندك، لان القليل اللي بتعمله بذكاء احسن من الكتير اللي بتعمله بدون وعي. مشيها بدون وعي، وهو ده اللي بيعمل الفرق الكبير.